ايه ده؟ الموقف اللي اتعرضت له قبل كده، نفس التفاحه، نفس الدبانه الرزله، نفس الريحه المعفنه اللي جايه لي من ناحيه. بقى خلقك ضيق انت اليومين دول. انا ما اقصدش الريحه من هنا، انا اقصد الريحه اللي جايه من هنا. كلنا تعرضنا لموقف زي دوت قبل كده. يا ترى دي رساله من مستقبلك، ولا انت بطل فيلم انسبشن، ولا انت مخك مهنج ومحتاج يترستر، ولا ايه بالظبط؟ انتوا عارفين في ناس كانت بتروح اماكن لاول مره في حياتها، وكانت بتوصف تفاصيل لغرف وممرات بدقه مرعبه، وده اللي خلى علماء زمان يفتكروا ان في تناسخ ارواح او دي ذكريات من حياه سابقه. في بعض العلماء كان لهم راي ثاني خالص، قالوا ان دي ذاكره وراثيه، ان الواحد ممكن يشوف ذكريات اسلافه. كمل معايا الفيديو للنهايه، عشان النهارده انا هقول لك على قصص تشيب. اي والله تشيب. اهلا بيكم في خد نفس مع الدك. خد نفس عميق وتعال. ظاهره الديجافو دي كلمه فرنسيه معناها بالعربي شوهد من قبل، ودي بتحصل او حصلت ل 70% من البشر تقريبا. وديت بتبقى انت متخيل او انت متوقع اللي قدامك هيقول ايه بعد ثانيتين بالظبط. مش مجرد خيالات، ده في ناس حياتها اتحولت لافلام خيال علمي حرفي. واول قصه معانا بتثبت الكلام اللي احنا بنقوله، قصه الشاب لويس. سنه 1896 شاب اسمه لويس راح لدكتور اسمه فرانساو ارنو. الشاب ده كان مقتنع ان حياته اعاده لكل حاجه، لدرجه ان فرح اخوه وقف في نص القاعه وموظفين من الفرح وقال لهم بطلوا تمثيل. الفرح ده احنا مش عملناه امبارح، والعروسه كانت لابسه نفس الفستان دوت. كان يجيب الجورنان ويقراه ويقول انا قريت كل اللي فيه، والجورنان اصلا مطبوع بقاله ساعه. والكلام دوت مش تعريف مني، انا هحط لكم المصادر بتاعت الكلام دوت تحت في صندوق الوصف عشان تنزلوا تشوفوها. ودي كانت اول مره يظهر فيها المصطلح علميا للنور، مصطلح ديجافو. وعلى فكره ده مش معناه ان هو ما كانش موجود قبل كده، لا، قبل ما يكتشفوا الاكسجين كنا بنتنفس، بس ما كناش نعرف ان اللي بنتنفسه ده اسمه اكسجين. بس بعد كده اكتشفنا ان في حاجه اسمها O2 او اكسجين. طب هنقول سنه 1800 كانت بعيد، الناس كانت فاضيه ومفيش نت ومفيش تلفزيون، فالدنيا كلها كانت فاضيه تفكر زي ما هي عايزه. سنه 2014 شاب عنده 23 سنه. الشاب دوت كان عايش حياته كلها تقريبا في الديجافو، لدرجه ان هو بطل يتفرج على التلفزيون، بطل يقرا جرانين، بطل يعمل اي حاجه في حياته. تخيل كده ان انت تصحى من النوم، تخش الحمام، تاخد دشك وتغسل وشك وتطلع تشرب قهوتك، وانت اساسا لسه قاعد على السرير ما اتحركتش من مكان. والكلام ده برضه انا حطيته لكم تحت في صندوق الوصف، نفسي تنزلوا تشوفوا انتوا بقى. اخر قصه معانا ودي اشرس حاجه، ظاهره ديجافو الاحياء. وديت لو انتوا كنتوا متابعيني كنتوا عرفتوا اللي انا نوهت عنها الحلقه اللي فاتت، بس انتوا ما بتتفرجوش. المهم، في واحده ما ذكروش اسمها في الابحاث، بس كان مشار اليها باسم BDM. الست دي في مره كانت ماشيه في الشارع، هوب راحت واقفه في نص الشارع وقالت لهم انا عارفه اللي في ظهر الشارع دوت والمحلات دي بتبيع ايه ومخبيين ايه. لما دوروا ورا الست لقوا اللي هي بتقول صحيح. قالوا لها يا نهار اسود، انت عرفت الكلام ده ازاي؟ قالت لهم انا شفت الكلام ده في فيلم من سنتين يا مؤمن. طبعا محدش صدقها، قالت لهم طب انا كتبت الكلام اللي انا شفته في الحلم ده في مذكراتي. بس في المذكرات لقوا كلام مكتوب. اي والله. في اللحظه دي العلماء وقفوا مذهولين، هل ده تنبؤ ولا هو مخها عمل ابديت ولا الست دي ملبوسه ولا ايه بالظبط؟ وبرضه المصادر اللي هتلاقوها. تعالوا نروح للتفسير العلمي المحتمل، وخلي بالكم انا بقول ايه؟ المحتمل. العلماء قسموا التفسير العلمي لجزئين، جزء فسيولوجي وجزء كيميائي. الجزء الفسيولوجي بيقول ان احنا مخنا مكون من فصوص، في منطقه اسمها الرينال كورتكس ودي اللي مسؤوله عن الالفه، وفي منطقه ثانيه اسمها الهايبوكامبوس ودي اللي مسؤوله عن الذكريات. اللي بيحصل في حالتنا ايه؟ ان العين اليمين بتشوف الحاجه، العين الشمال بيحصل فيها تاخير بسيط جدا، مايكرو ديلي. فالعين اليمين تبعت الحاجه للذاكره، فما تيجي العين الشمال تشوفها تحس ان هي شايفاها متاخره، او تحس ان هي شايفاها من الماضي، بس ده ما حصلش. ابسطها لك. دلوقتي المتعارف عليه ان الواحد لما بيشوف الحاجه بتتعرض على شاشه العرض اللي هي الوعي، وبعد ما تشوفها بتخش على عندك الذاكره. اللي بيحصل هنا العكس، هي بتروح الذاكره قبل ما تروح على الشاشه اللي هي الوعد، فبالتالي انت بتشوف الحاجه بايته مع انها صبحه ولسه طالعه بالفرن سخن. نيجي بقى للتفسير الكيميائي. التفسير الكيميائي يعجب ناس كتير قوي. التفسير الكيميائي بيقول ايه؟ احنا عندنا دلوقتي في هرمون في الجسم اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت هو اللي مسؤول عن الاحساس بالولفه. ولو مش مصدقني انت ممكن تسال اخينا ده. عشان كده مرضى الباركنسونيزم اللي هم عندهم شلل بعاش عافانا الله واياكم، لما بياخدوا علاج عشان خاطر يزود الدوبامين بيحصل عندهم الظاهره بتاعت الديجافو اكتر من اي بني ادم تاني. في النهايه الديجافو مش مرض، هي بس لحظه دراما مخك بيعملها عشان خاطر يكسر الملل، او تكون انت بطل في روايه حد تاني بيحكيها. قول لي في الكومنتات يا ترى انت عديت بموقف زي ده قبل كده؟
شفت حاجه وبعد كده حصلت؟ وما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب. انا عارف ان انت عملت لي لايك وسبسكرايب قبل كده، لا بس كان ده ديجا فو، اعملها تاني. انت عايز لو عملت لي لايك وسبسكرايب هحبك وابعت لك كل جديد. سلام.